أنا راح أحكي عن موضوع حمص. يعطيكم العافية يا جماعة. هذا الفيديو أنا بطلبه من كل شريف إنه ينشره اليوم. أنا هذا الفيديو بدي إياه ينتشر، بدي كلامي يصير رأي عام. دول العرصات يلي بالصور ما رح سب أمهاتكم، سب امهاتكم. فرجيكم معنات كلمة رجولة، فرجيكم معنات كلمة تحليل، ورح فرجيكم التحليل كيف بصير بدون شتم الصحابة وبدون سب الدين وبدون تجريح الاشخاص، بدون سب الدين وبدون تجريح الاشخاص. بس انتو رح خليكم لاخر الفيديو مشان يلي متابعكم يبزق على حاله وبعدين يبزق عليكم. انا رح احكي عن موضوع حمص، بس قبل ما احكي عن موضوع حمص بكل ثقة بدي اوجه هاي الرسالة لهالكلاب. انا نور العكاري وما بدخل من الباب، لا بدخل من فوق الطاولة وبدعس عليها وبقول الحقيقة مثل ما هي، بلا فلاتر وبلا رتوش. التحليل انا ما فتحته، انا هببته ونفضت الغبرة عنه بوجه الكل. خلي اي حدا عنده اعتراض يطلع يحكي بوجهي، وخليني اشوف اذا حدا عنده الجرأة يواجه الحقيقة مثل ما أنا عم واجهها. في ناس بتحكي بنعومة، في ناس بتحكي بمحن مثل يلي بالصور مع الماء. بدي أوضح كتير شيء مهم. أنا جاي أحكي شيء يلي الكل ساكت عليه خوف أو مصلحة أو تبويس شوارب أو مصاري. أنا عندي من اليوم ورايح ما عاد في شيء اسمه خطوط حمر، ما عاد في ممنوع، ما عاد في دير بالك. خلص احترقت الورقة. اللي عم بصير ما نو غلط إداري ولا تقصير دولي ولا تقصير أمن عام، أولا هاد شغل مخابئ سوداء، ملفات يتيمة، وجوه متخباي عملت المواطن مشروع تجارة. قلت لكم قبل بدن الناس عميان ساكتين مربوطين، بس في صوت واحد قرر يفلت ويلي هو أنا قررت هلا افلت. اليوم ملفكم ما مكشوف، اليوم ملفكم بالنسبة إلي محروق. إذا في حدا مفكر إنه هالكلام كتير كبير قل لك إيه ولسه ما بتعرف شيء وما سمعت شيء. اربطوا أعصابكم لأنه يلي جاي هلا هو البداية بس. يلي صار بحمص هاد مانو جريمة، هاد كان انفجار محسوب، وأنا ماني طالع بس لأحكي، أنا طالع اقتحم الملف اقتحام. رح فككه واكشف اللعبة يلي اشتغلت من تحت عيون الكل. قريت التفاصيل وقلبت المشاهد ودققت بالاسلوب وبالتوقيت وبالرسالة. اكتشفت انه في عقل اسود من قلبكم كان عم يحرك المدينة ليعمل مسرح جريمة. واليوم ما في هدوء وما في مجاملة. اليوم انا جاي فجر الحقيقة بوجه المخطط تبعكم وحط النقطة الاخيرة بنص وجهكم يا كلاب مشان تفهموا انه اللعبة انكشفت بالكامل. قريبا في اسماء رح تنحرق، قريبا في حشرات رح تتدمر. بنفوت بالموضوع وبالتحليل وبالحقيقة. يلي صار بحمص مانو جريمة، يلي صار بحمص كان عملية محضرة مختارة وقت وضحايا ومكان ورسالة. مو شغل واحد طايش، هاد شغل واحد فهمان وبيعرف شو معنات تفجير مدينة من جوا. خلونا بلش من قبل يومين بضيعة أبو حقفة تحديدا. قبل يومين بس تم اختطاف وقتل شابين من الطائفة العلوية، وسام ظاهر العلي ومحمد صالح العلي، طبعا الله يرحمهم الرحمن الرحيم. ركزوا، الشباب انلقوا مرميين على الأرض ومقتول جارة. الطريقة كانت وحشية والرسالة كانت أوضح من الشمس. في حدا عم يجرب يضرب العلويين بعمق القرى باسلوب فيه اذلال، مو قتل بس. هاد كله ما كان حدث معزول، هاد كان البداية بس. ومبارح انفجرت الجريمة الثانية. عائلة من اخوتنا من بني خالد، رجال وزوجته انقتلوا وتمثل بزوجته وتم حرقه. نفس الخط ونفس الرسالة، طبعا الله يرحمهم الرحمن الرحيم. جريمة قتل مبارح وجريمة قتل أبو حقفة، نفس الخط ونفس الرسالة ونفس الهدف، ردة فعل، زرع نار وإشعال الفتنة من الصفر. بس الشغلة ما خلصت هون، الحركات يلي اجت بعد الجريمة كانت أخطر من الجريمة نفسها، لأنه يلي اجا
وكتب اسماء الامام علي والحسين على حيط حمام، هاد ما كان عم يترك دليل، هاد كان عم يزرع شرارة حرب، كان عم يشتغل على رسالة جاهزة بين قوسين انه الفاعل علوي. كتب الرسالة باوسخ مكان مشان يخلي الاتهام اقذر واقوى واوجع. هاد مو تصرف عشوائي، هاد توقيع. شخص بده يعلق الناس ببعضها. اول لحظة بعد الجريمة كان في طرف عم ينتظر برا. مين رح يتحرك؟ مين رح يصيح؟ مين رح يوقع بالفخ؟ لأنه المخطط جاهز وناطر أول إشارة. وهون بدي أوجه كلمة لأخوتنا ببني خالد، انتو مو عشيرة بسيطة، انتو ثقل وكلمة وحضور، ورد فعلكم كان طبيعي. انتبهوا يا عالم، أنا ما عم شعل نار، خلوني كفي. ورد فعلكم يا بني خالد كان كتير طبيعي. لما تشوف دم ببيتك ما عاد تشوف إلا الدم. والفاعل الحقيقي صدقوني إنه بيعرف إنكم رح تزقروا، لأنه بكل صراحة الفاعل عم يشتغل على قلب العشيرة مو على أطرافها. انتبهوا، الزئير ما نو دليل ضعف، الزئير إنه الضربة كانت موجهة إلكم بالذات، مو لأنكم طرف، لا، لأنكم قوة. والساقطين يلي حطيت صورهم اول الفيديو، هي رسالة بكل ادب، مع انكم ما بتستاهلوا ادب. مو رجولي مني اطلع سب امهاتكم قدام العالم وفرجي حالي انه كتير بحب طائفتي. يلي عاملين حالكم علويين وخارج البلد، ردود الفعل الطائفية السب والتجريح مو دفاع ولا بيجيب حق، هاد صب بنزين فوق النار. الفاعل الحقيقي كان رح يبوس ايدكم لو لساتكم مكفاين بهذا الاتجاه، لانه هو ما بده الحقيقة، هو بده الشرارة والباقي على الشعب. وهون بدي احكيها بكل صراحة، لولا تدخل الدولي السريع حمص كانت انفتحت ابواب جهنم عليها. الامن العام نزل على الارض من اول دقيقة، من المدارس ونزل على الطرقات، ضبط المناطق ومنع التجمعات. العسكرية والاستخبارات والدولة فاتوا برسالة واضحة، الفتنة ممنوع تمرق من هون. تحليلي بيقول الفاعل ما بده يقتل اثنين، الفاعل بده يقتل مدينة. الفاعل ما بده دم، الفاعل بده يجر دم. الفاعل ما بده سعر، لا، الفاعل بده حرب. والاسلوب واضح، جريمة ابو حكفة رجم واذلال تساوي اسقاط رمزي على الطائفة. امبارح جريمة امبارح قتل زائد تمثيل زائد زوجة حامل، كتابة أسماء بمكان قذر لخلق فتنة، اختيار البيئة المناسب، توقيت محسوب، ردة فعل متوقعة، ومسار دم رسموله قبل ما يبدأ. هاد شغل مخطط مو شغل انفعال. والسؤال هون، مين المستفيد؟ مين بده يشوف بني خالد نازلين على الشوارع؟ مين بده يشوف العلويين عم يغلي دمهم؟ مين بده يشوف الدولة عم تطفي حريق ما له نهاية؟ مين بده يوقف حمص على كف عفريت؟ هاد ما هدف قتل، هاد هدف تفجير. انتبهوا، ولازم نسأل هون، ليش كوهين فجأة طلع على الخط؟ ليش صار مهتم بجريمة حمص؟ يكتب كأنه حارس الطائفة العلوية. معقول إسرائيل يلي عم تقتل بغزة أطفال ونساء وشيوخ وعلى عين العالم العربي والأجنبي كلياته وما عم بيرفلها جفن، فجأة صارت بدها تحمي علويين سوريا؟ لا يا جماعة، القصة مو حماية ولا إنسانية، القصة اصطياد شرارة حرب. يا جماعتنا خدوا الحقيقة وفهموها، كوهين ما فات على القضية حبا بأهل حمص، فات على القضية لأنه شايف فيها فرصة ليزرع شك، فرصة ليزرع لغم، وفرصة ليزرع غضب، وفرصة ليلعب على وتر حساس ويكتب كلمة ملغومة هون وكلمة شغالة هون، تماما مثل ما بيعمل كوهين بكل ملف بيشوفه قابل للاشتعال. خلوها ببالكم انه الاعلام الاسرائيلي ما بيدخل وقت الدم، لا، بيدخل وقت الفتنة، لانه صدقا لو حمص ولعت هذا كان لهم اكبر انجاز سياسي، مو مصيبة انسانية، انجاز سياسي. هيك فجأة صار كوهين محامي العلويين بسوريا، مو عن محبة،
عن مصلحة، عن دور مرسوم، وعن استغلال اللحظة. لأنه الفتنة الداخلية داخل أي بلد عربي بالنسبة لإسرائيل هي أكبر هدية ممكن تنعطى إلها. يا جماعة الخير، حمص أكبر من الفتنة وأكبر من المخططات، والفاعل أقرب ما يكون للانكشاف. بلد مو مثل قبل، والناس مو مثل قبل، والوعي صار أقوى من فتنة انكتبت على حيط حمام. نرجع للكلاب يلي حطيت لكم صورهم أول الفيديو. هلا خفضيت لكم. أنت بدكم تقنعوني إنه طالعين تدافعوا عن الطائفة العلوية؟ أنتوا قدكم عالم مماحين ما في. هي واحد. رجولي صفر. ما بتمتوا للرجولة بالمرة، لا علي الملا ولا غدير بشير ولا غدير محمد ولا غزوان محمد معلمة مثل المماحين. ونسمع ونرى رجولتك طالع عم تدافع عن الإمام علي وبدك تخلي العالم تحقد على العلوية يا ابن ما بدي اسب. كلامك يا ساقط انت وياه بمسبكن على الطوائف، بتعمل فتنة وبتعمل حقد. خلي اولاد جماعتك اللي بسوريا تسمع كلامي شو عم بحكي، لانكن اندال. انتوا عم تفرجوا للعالم انه ما هيك ربانا الامام علي. انتوا عم تفرجوا للعالم انه الامام علي عدو الرسول وعدو الصحابه وعدو كل العالم. عم تفرجوا للعالم انه الامام علي اجا بس للعلويه. حبيبي، الامام علي للسنه قبل ما يكون لنا، ونحن ما لنا علويه، نحن السنه الحقيقيين. بس الكلاب يلي مثلكم هن يلي فرقوا هالطوائف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.